السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. العيد قرب علينا، كل سنة وحضراتكم طيبين. وزي ما انا كتبت لكم كده على منتدى القناة عشان ما اطولش عليكم، قلت لكم ان في حلقة كويسة جدا عن زيادة المشاهدات من خلال موقع وبطريقة مجانية ومضمونة 100%، وانا كمان جربتها والحمد لله كانت تجربة ناجحة تماما، وده اللي احنا هنشرحه النهاردة. زي ما بقول لحضراتكم كده، التجربة مجانية من موقع، والمفاجأة ان الموقع ده مش بس انت ممكن تستخدمه في زيادة المشاهدات، لا ده انت كمان ممكن تكسب منه. يعني مش بس زيادة مشاهدات، لا انت هتكسب منه كمان. رابط الموقع طبعا هتلاقوه في وصف الفيديو. كل اللي مطلوب من حضراتكم في حلقة النهاردة انكم تركزوا معايا في كل كلمة هقولها عشان تعرفوا ازاي تستخدموا الموقع في زيادة المشاهدات، وازاي تقدروا من خلاله تجيبوا عدد مشاهدات كبير وكمان ساعات مشاهدة. فركزوا معايا من الاول للاخر عشان تعرفوا ازاي تعملوا ده. الخطوات بسيطة جدا 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 جدا، وهسيب لكم كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها في حلقة النهاردة في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. فيلا بينا، وان شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم. اهلا بيكم مره تانية يا شباب. ده الفيديو اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا جربت عليه الموقع. نفتحه كده مع بعض الفيديو. طبعا القناه مش مفعله ربح، ولكن زي ما احنا عارفين ان اليوتيوب بيعرض ارباح دلوقتي على القنوات اللي هو عايزها، فانا مش مفعل القناه ربح، ولكن في اعلان ظهر، فالربح ده كله بيبقى رايح لليوتيوب، مش هيبقى رايح لنا او مش هيجي لنا الا لما نفعل ربح على القناه. فانا هكتم الصوت كده ونشغل الفيديو اهو يا شباب. فيديو مدته 20 ثانيه، انا عامله كتجربه. فيديو مجاني على فكره، يعني مش بتاع اي حد، فيديو مجاني مدته 20 ثانيه. طبعا انا نشره امتى اهو مكتوب قبل يوم واحد، يعني انا نشره امبارح اهو يا شباب. تاريخ النشر 16/6 انا بسجل الحلقه دي يوم 17، يعني بقالي حوالي 24 ساعه ناشر الفيديو. الفيديو جاب كام مشاهده؟ 840 مشاهده. لا عنوان، انا كاتب فيديو تجربه، ولا وصف. طبعا ده الوصف اللي هو التلقائي يعني، ولا كلمات مفتاحيه اهو، مفيش كلمات مفتاحيه، فانا كاتب الوصف التلقائي. حتى كان ده زميلي القناه وبيشرح او بيسالني يعني الفيديو ده تجربه ولا القناه اتهكرت، فقلت له لا ده تجربه. فزي ما انتم شايفين الفيديو جاب 840 مشاهده في خلال 24 ساعه. فيديو تجربه، لا فيه عنوان ولا فيه غيره. طبعا انت ممكن تجيب اكتر من كده بكتير براحتك بقى، 2000 3 5000 10000 مشاهده زي ما انت عايز. طبعا الفيديو كمان جاب مشتركين، ولكن المشتركين مش كتير اهو. احصائيات الفيديو اهي يا شباب. جاب 3 ساعات مشاهده، 3 ساعات يعني 3.3 ساعات، 6 مشتركين. تمام. ادي التفاعل على الفيديو، طبعا مدته 20 ثانيه، المتوسط بتاع المشاهده 14 ثانيه. وادي الجمهور، طبعا لسه احصائيات الجمهور ما بانتش لان بتحتاج 48 ساعه او اكتر عشان احصائيات الجمهور. طيب بصوا مستوى الوصول الى الجمهور. ادي مرات الظهور، نسبه النقر الى الظهور، عدد المشاهدات. بصوا المصادر بتاعه الزيارات مصادر خارجيه. ايه بقى هي المصادر الخارجيه؟ عدد الزيارات من المواقع الالكترونيه والتطبيقات التي تضمن الفيديوهات التابعه لك على يوتيوب او تضيف روابط اليها. يعني مصادر بتبقى شرعيه. المصادر الخارجيه دي اللي هي مثلا زي موقع بتاعك، زي تليجرام. ده حتى منتدى القناه بيتقال عليه مصدر خارجي، يعني منتدى القناه بيبقى من ضمن المصادر الخارجيه. فالمصادر الخارجيه دي عباره عن مصادر من مواقع وتطبيقات وفيديوهات تابعه عليه. احنا النهارده مش هنشرح تطبيق، هو موقع، وزي ما قلت لكم موقع مجاني. فالمصادر زي ما انتم شايفينها مصادر شرعيه، مفيش فيها اي حاجه مخالفه ولا قائمه تشغيل ولا لا، مصادر شرعيه. ازاي بقى نبدا نشتغل على الموقع ده، وازاي نحط الفيديو بتاعنا، وازاي هنكسب من خلاله او هنجيب مشاهدات للفيديو؟ اول ما بتدوس على الرابط هتفتح معاك المقاله دي، هتنزل لاخر المقاله. طبعا المقاله دي بتشرح الموقع وطريقه ربح منه. هو اصلا في الاساس موقع للربح، عشان كده بقول لك انت ممكن تكسب منه، لكن انت تقدر تستخدمه في زياده مشاهدات القناه بتاعتك. ننزل للاخر كده تحت يا شباب اهو، هتلاقي رابط التسجيل. هتدوس كده على التسجيل، هتفتح معاك الصفحه الوسيطه دي. هتستنى الكام ثانيه دول يخلصوا. بعد ما الوقت بيخلص هتلاقيه كاتب لك ايه، جو ناو او اذهب للرابط. هتدوس كده مباشره على الرابط، هيفتح معاك الصفحه دي، وبعد كده هتدوس على جوين فري. مباشره هيحولك للصفحه دي اللي تبدا تسجل البيانات بتاعتك، اليوزر نيم بتاعك، الايميل، الباسورد مرتين، اتاكد ان هو باسورد قوي. بعد كده بتوافق على السياسات، بتعلم على ايام نوت ريبوت، بتحل الكابتشا بالشكل ده، تاكد. بعد كده بتدوس على ريجستير، يبقى انت كده عملت حساب على الموقع. وارد جدا توصل لك رساله على الايميل علشان تقدر تفعل من خلالها الاكونت. وهنا استخدم ايميل غير ايميل القناه. انا دايما بحب في اي موقع خارجي بستخدم ايميلات بعيده عن ايميل القناه. ايميل القناه مخصص للقناه بس، مش اكتر من كده. مش عشان الموقع مضر، لا، الموقع امان ومضمون، وانا شغال عليه بقالي 3 سنين من 2021، وهوريك كمان وانا بشرح لك جوه. لكن اي ايميل خارجي غير ايميل القناه. بعد ما بتسجل على الموقع بتفتح قدامك الصفحه دي، عندك الخانه الاولى دي والخانه الثانيه، واحنا هنستخدم الرصيد من خلال الخانه الثانيه. ده بالنسبه ان انت هتعمل
اعلان للفيديو بتاعك او هتجيب مشاهدات للفيديو بتاعك وبشكل مجاني تماما. وهنا طبعا الاحالات الناس اللي هي سجلت من خلال حضرتك. ازاي هبدا اعمل اعلان؟ انا الاول هشرح لك ازاي تبدا تعمل اعلان وتجيب مشاهدات للفيديو، وبعد كده هقول لك ازاي تجيب الحاجات دي بشكل مجاني او تعمل ده بشكل مجاني. طيب اول حاجه هتسيبك من كل ده، هتدوس على ادفرتايز يعني اعلان. طبعا دي الحمله اللي انا كنت عاملها، ادي الاحصائيات، ده الفيديو المجاني اللي انا كنت عامله يا شباب. دي المشاهدات جت منين؟ من روسيا ومن اوكرانيا ومن تركيا ومن البرازيل والمغرب واندونيسيا وايران وباكستان وايجيبت والجزائر والهند كل دول العالم تقريبا دخلت اتفرجت على الفيديو. وادي كمان ادي يا شباب الدول دي، وادي الاحصائيات. الجهاز ايه؟ ديسكتوب ولا موبايل؟ لا كله من خلال الديسكتوب. ادي اللغات اللي اتفرجت على الفيديو بتاعك، كل دي الدول. وده كمان المتصفح اتفرجوا عليه من سفاري ومن كروم ومن فايرفوكس ومن اوبرا. دي كلها احصائيات الفيديو والمصادر بتاعه المشاهدات. طيب ابدا اعمل ايه؟ ارجع كده ادوس تاني على ادفرتايز وادوس على كرييت نيو اد، اعمل اعلان جديد. طيب انت عايز تعمل اعلان ايه؟ طبعا الموقع فيه كذا نوع من الاعلانات، زي مثلا في ناس بتعمل اعلان مقالات، لا انا هعمل اعلان لفيديو. تمام، دوس كده على فيديو اد وتبدا تسمي الاعلان بتاعك اي شيء، مثلا تيست 2. تمام، وتدوس على نيكست. حلو قوي قوي قوي. اول حاجه هنا مطلوب منك انك تجيب رابط الفيديو بتاعك، فانا هجيب رابط نفس الفيديو بالشكل ده. ادي رابط الفيديو. طبعا لازم الفيديو يكون علني، خلي بالك لازم الفيديو يكون علني. وباكد تاني الهدف من الحمله الاعلانيه دي انك تجيب مشاهدات وساعات مشاهده. طبعا ساعات المشاهده مش اساسيه، ولكن عدد المشاهدات هو الاساسي. نحصل كده على الرابط، نروح للموقع، نحط هنا رابط الفيديو بالشكل ده، هيبدا يظهر لك الفيديو بتاعك هنا. طبعا ما ينفعش فيديوهات شورتس، الفيديوهات الطويله بس اللي هي بالعرض هي اللي تشتغل، فيديوهات قصيره لا. طيب انت عايز كام كليك على الفيديو وكام مشاهده علا الفيديو؟ والله انا عايز 1000 مشاهده او 1000 كليك على 1000 مشاهده. متوسط الثواني، والله انت لو عايز 15 ثانيه فانت هتدفع 5.7 ساتوشي لكل 15 ثانيه. يعني 15 ثانيه مشاهده، 15 ثانيه هتدفع 5.7 ساتوشي. طيب لو انت عايز 30 ثانيه من الفيديو، 9.1 ساتوشي. هي دي اقصى حاجه، انك اللي يشوف 30 ثانيه من الفيديو، مش اكتر من كده. عشان بقول لك هو الهدف منها هو عدد مشاهدات، انك تعمل عدد مشاهدات. عندك 15 ثانيه ودي اللي هنثبت عليها. طيب اي لغه؟ لا انا عايز كل اللغات مفيش مشكله. وطبعا هي بتشتغل على الديسكتوب بس، مش هتعلم على اي حاجه هنا. وبعد كده هتدوس على كونفيرم. بس انت لو دوست على كونفيرم هيقول لك انت ما عندكش غير 100 بس، انت عندك 100 ساتوشي بس، احنا عايزين 5700 ساتوشي. تمام، طب اعمل ايه؟ هتروح للصفحه الرئيسيه الداشبورد وتدوس على الديبوزيت اهو، الديبوزيت، وتبدا تختار الطريقه اللي هتدفع بيها للموقع. طبعا انا قلت لك لسه مجاني، انا لسه بقول لك مجاني، لكن الطريقه دي لو انت المجانيه مثلا مش جايبه معاك نتيجه كويسه او محتاجه منك وقت اكتر وانت عايز تخلص وتجيب عدد مشاهدات كتير، فتبدا تدفع ليهم. وطبعا السعر هنا ارخص، فانا هدفع مثلا بالبير. لو انت عايز تدفع كام بالبير؟ انا عايز ادفع مثلا $5 وليكن $5، فيبدا يحولك على البير عشان تدفع $5. طب $5 دول كام ساتوشي؟ انا عايز 5700 ساتوشي وهدفع $5 بس. طب $5 دول كام ساتوشي؟ نحسبها مع بعض. نروح كده الداشبورد واعمل اكني هسحب ارباح، واختار طريقه السحب على البير، وابدا اسحب ال 14500 ساتوشي دول $3.80. شوف 14,000، انت عايز اصلا $5.700، دول 14,000 يعني تقريبا الثلاث اضعاف، وانت هتعمل $5، فتقريبا انت هتاخد في حدود 20,000 ساتوشي، وانت محتاج 5700 ساتوشي، يعني تقريبا تعمل حوالي 4000 مشاهده على الفيديو الواحد بحوالي $5. انا زي ما قلت لك هقول لك ازاي تعمل ده مجاني، لكن انا بعرفك كل الطرق. طيب هنروح للداشبورد وندوس على الديبوزيت مره ثانيه، ونختار بقى حاجه اسمها ايه؟ المين بالانس. المين بالانس اللي هو الرصيد بتاعك، اللي هو ده يا شباب المين بالانس، وهقول لك ازاي تزوده. تمام، هندوس على الديبوزيت المين بالانس. ادي المين بالانس، انا عندي 14,000. طب انت عايز تحول كام؟ والله انا عايز احول 5700 ساتوشي. تمام، ده اللي مطلوب، انا هخليهم 6000. وبعد كده ادوس على كونفيرم. تمام، تم الايداع اهو، بقى عندي كام؟ 6100 ساتوشي. اول مره هيطلب منك الكود اللي بيجي لك على الايميل اللي انت سجلت بيه عشان تاكد عمليه الايداع، لكن بعد كده ما طلبش. تمام، يبقى انا حاليا معايا رصيد قد ايه؟ 6100 ساتوشي. اعمل كريت نيو اد، اختار الفيديو واسميها تيست 2، وابدا احط رابط الفيديو بالشكل ده يا شباب. انا عايز كام؟ 1000 ساتوشي. تمام كده، 15 ثانيه معايا 6100 وهو عايز 5700. تمام، هدوس على كونفيرم. الحمله
بدات، والرصيد حاليا 5700 ساتوشي. ادي الفيديو، ادي الاحصائيات. طبعا لسه مفيش اي احصائيات، لسه الفيديو ما بدأش يتشاف، لكن هتبدأ عداد المشاهدات يزيد. يعني انا في خلال ساعة بدأ عداد المشاهدات يزيد في الفيديو. طبعا اهو بصوا يعني اخر ساعة جاب فيديو من الفيديوهات المقترحة، مش مصدر خارجي، لا من الفيديوهات المقترحة تم اقتراح الفيديو، وده اللي انا شايفه افادة. حتى جات مشاهدة كمان اهو من ميزات التصفح، ده اللي فيه افادة، ان الفيديو لو عليه مشاهدات كتير ونسبة المشاهدة كويسة فده هيزود من اقتراح الفيديو. فعشان كده الفيديو ده جات له مشاهدة من الاقتراح، جات له مشاهدة من ميزات التصفح. زي ما بقول لك فيديو ولا ليه اي لازمة، ده فيديو تجربة 20 ثانية بس جاب مشاهدات. وهنا انت بتتابع احصائيات الفيديو بتاعك، وبعد 48 ساعة بتلاقي كل الاحصائيات، الجمهور والبلد اللي جات منها الجمهور، وزي ما قلت لك مستوى الوصول او المصادر من مصادر خارجية زي المواقع والتطبيقات، ومنتدى القناة بيعتبر مصدر خارجي. طيب كده احنا عرفنا ازاي بنعمل الحملة الاعلانية. نشوف بقى احنا ازاي بنزود الرصيد بتاعنا عشان نعمل ده بشكل مجاني، وبعد كده نرجع نبص على الموقع يكون الفيديو او المشاهدات اشتغلت. نرجع كده للموقع، ندوس كده على الداشبورد. طيب دلوقتي انا عندي المين بالانس، انا عندي حاليا 8500 ساتوشي. تزود ده ازاي؟ بمشاهدة الاعلانات. يعني احنا لو دخلنا كده على الفيو ادز، عندك سيرف ادز، عندك ويندو اد، ارتكل اد، فيديو اد، عندك 4 انواع من الاعلانات تقدر تجمع بيها الساتوشي وتعمل بيه حملة اعلانية. يعني لو دخلنا كده على السيرف اد، الموقع الاول او الاعلان الاول بيقول لك استنى 60 ثانيه جوه الاعلان ده هتاخد 8.2 ساتوشي. دوس كده على الاعلان. كل اللي مطلوب منك انك تفضل فاتح الصفحه اللي بتحمل حاليا دي، بس الصفحه تحمل عشان الانترنت ضعيف شويه. ادي الصفحه يا شباب، كل المطلوب منك انك تفضل في الصفحه دي لمده 60 ثانيه. لو رجعنا كده للموقع اهو بيعد، هو عدى 60 وهي بتتفتح. تستنى الفتره دي، بعد ما بتخلص الوقت ده بيديك 8.2 ساتوشي. يعني مجرد اعلان، مجرد موقع انت بتتفرج عليه لمدة دقيقة بيديك 8.2 ساتوشي. يعني تقريبا بتقول 8 مشاهدتين. يعني انت الاعلان الواحد بيديك 8 مشاهدتين، ده في المتوسط يعني. وعندك اعلان تاني اهو بيديك 8.1 ساتوشي، ده بيديك 7.7 ساتوشي. بصوا خلص بس العداد ده مباشرة اهو يا شباب، زي ما انتوا سمعتوا كده 8.2 ساتوشي. نقفل الاعلان ده، وعندك اعلان تاني اهو بيديك 8.1 زي ما حضراتكم شفتوا كده اهو، تم اضافة 8.1 ساتوشي بعد ما الوقت انتهى. لو رجعنا كده للداشبورد هتلاقوا عندكم كانت 8500 مش عارف ايه، بقت 8610، وهكذا انت بتزود الرصيد بتاعك، وبعد كده تبدا تحوله للخانه الثانيه اللي تستخدمها في عمل الاعلان للفيديو بتاعك. طيب عندك كمان الويندو اد، بيقول لك استنى 45 ثانيه وهتاخد 3.4 ساتوشي اهو الويندو اد. كل المطلوب منك انك بتستنى الشريط ده اهو يا شباب، الشريط ده لحد ما يوصل للاخر اللي هم ال 45 ثانيه، بيفضل يحمل كده 45 ثانيه وانت بتاخد الرقم ده اللي هو 3.4 ساتوشي اهو يا شباب. تمام، الوقت خلص. نرجع كده للموقع اهو، تم اضافة كام؟ 3.4 ساتوشي. وهكذا لكل بقى الاعلانات دي. الارتيكل اد دي عبارة عن مقالة انت بتفتحها اهو، تفتح المقالة دي لمدة 15 ثانية بتاخد 5.5 ساتوشي اهو. ننزل لتحت كده هتلاقوا العداد اللي هو 15 ثانية بدأ يقل كمان اهو. ننزل كده تحت اهو يا شباب، بتستنى ال 15 ثانية كام ثانية دول، بس طبعا لازم تكون بتعمل تصفح في المقالة، ما تفضلش واقف، لازم تفضل طالع نازل في المقالة لحد ما الوقت يخلص اكنك بتتصفح، وهكذا اهو. بص يا شباب زي ما قلت لكم كده، تفضل طالع في الصفحة وتفضل نازل 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 عشان العداد بتاع الوقت ده يخلص، عشان يبان انك بتتصفح في المقالة. خلص، خدت 5.5 ساتوشي. طيب الفيديو اد، ودي بقى بيظهر فيها الفيديو بتاعك كمان، ولكن انت ما تروحش تتفرج على الفيديو بتاعك، لا سيب الناس هي اللي تتفرج عليه. الفيديو اد اهو يا شباب، دي كل الفيديوهات، وهتلاقوا الفيديو بتاعنا اهو، الفيديو بتاعنا اهو، ولحد دلوقتي جايب 29 مشاهده. دي الحمله الاعلانيه الثانيه. الفيديو بتاعنا اهو يا شباب، لو فتحناه كده اهو يا شباب، ده الفيديو بتاعنا. نقفله بس كده. طبعا انا قفلت عشان ما اخدش المشاهده او ما تحسبش يعني وادفع ثمن. فزي ما انتم شايفين ادي الفيديو بتاعك اهو. انت بقى بتتفرج على فيديوهات المده اللي هي مكتوبه هنا 15 ثانيه، بتتفرج على الفيديو المده دي وبتاخد 2.9 ساتوشي. ده لو انت هتتفرج على فيديوهات لناس تانية. في طرق تانية برضه ممكن تجيب بيها نقط عن طريق الاوفر والعروض، تعمل بعض العروض، تحمل تطبيقات على الموبايل بتاعك، تشترك في مواقع. طيب لو انت مش عايز تجيب مشاهدات وعايز تكسب او عايز تسحب، هتدوس على ويزدرو وتدوس على الباير، تختار الباير لو انت عايز تسحب على الباير يعني، وتدوس على الاجمالي وتسحب. هتسحب كام؟ 2.2 دولار. وبعد كده تدوس على كونفيرم وتوصل لك في خلال 48 ساعه. ده كان كل شيء عن الموقع والطريقه اللي احنا عملنا بيها الفيديو.
او عملنا بيها الاعلان. لو رجعنا كده للاحصائيات نعمل كده اعاده تحميل، هات كده اخر ساعه. بالفعل يا شباب زي ما انتم شايفين بدات الحمله الاعلانيه تبدا وتشتغل على الموقع من مصادر خارجيه زي ما حضراتكم شفتوا كده. ادي الموقع قدامكم واثبات للمشاهدات ومصادر المشاهدات. نقطه مهمه جدا جدا، الطريقه دي لزياده المشاهدات وساعات المشاهده. يعني زي ما قلت لكم كده جايب كام ساعه؟ 3000 او اسف 3 ساعات ونص لزياده المشاهدات والساعات. لو انت قناتك مفعله ربح ما تعملهاش، قناتك مفعله ربح ما تعملهاش. حابب تجربها ده شيء يرجع لك، انا بقول لك لا، امانا لا، لان الفيديو بيتشاف 15 ثانيه بكبيره 30 ثانيه مش اكتر من كده. فعشان ما تضرش نفسك، علشان ما تضرش نفسك، انا بقول لك طريقه تزود بيها المشاهدات، يكون رقم المشاهدات موجود قدامك وعندك ساعات مشاهده فقط. تمام كده يا شباب؟ لو انت بقى حابب تجرب يبقى اضمن وقف الارباح من على الفيديو اللي انت هتجرب عليه. اضمن تعمل ايه؟ توقف الارباح من على الفيديو اللي هتجرب عليه. ده لو انت عايز تعمل ده، لكن انت لو قناتك مفعله ربح ما انصحكش ان انت تعمل ده بهدف ان انت ايه تزود الارباح، لا بلاش تعمل ده. عملت ده انت حر، انت تتحمل مسؤوليه نفسك. لكن زي ما انت شفتوا كده الطريقه والاثبات قدامكم. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.